يلا يا حبايب قلبي، سموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى وتعالوا شوفوا فطارنا النهارده. حاجه كده سكر. انا عملته بناء عن طلب كل متابعيني خارج مصر اللي عايزين يشوفوا القلقاس. طبعا انا عندي قلقاس متخزن، فاضطريت ان انا اشتري قلقاس عشان اعمله منطقه للسلام عليكم. بصوا حاجه كده زي السكر، بس سموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى وادعوا دعوه جميله لام اسلام بالخير. لو عندك شوربه عندك كنز في بيتك، اوعي يكون عندك شوربه وترميها، وبالذات لو شوربه لحمه تبقى دسمه كده وزي العسل، فضيها في كيس وعينها في الفريزر. تعملي ملوخيه، تعملي قلقاس، تعملي اي حاجه عندك، تسقيها محشي، اقسم بالله عسل تبقى موجوده كده نعمه. بصوا هنا حبايب قلبي بقى، مرات ابني اللي كلامها بيعجبني راحت جابت لي الحاجه، الله يسترها يا رب ويرضيها ويخلي لها واولادها. ادي القلقاس والسلق والكزبره، وجبت طماطم ب 16 جنيه الكيلو، اتجننت. الحمد لله انا خزنت تخزينات رمضان. والفلفل ب 20 والليمون ب 40. يا سواد، يا سواد الحلل على راي هيلين. والليمون ب 40 والخيار ب 20 والفلفل ب 20. يلا الحمد لله. هنضحي بالام والاب عشان الجنين يعيش. ده السلق يا اولاد. اول حاجه هنعملها بنقطف السلق، شايفينه ازاي؟ بناخد الورقه اللي هي العريضه دي وبنرمي العود، اوعى حد يعمله بالعود. ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده نخش على الكزبره، ناخد الورده بتاعتها، برضو العروق لا، عشان الناس تفكرها زي المحشي وتخرطها. التقطيف احلى عشان العروق دي بتعمل فتل في السلق. صلوا على الحبيب المصطفى. اللي وصل معايا لحد هنا فضلا وليس امرا يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد. بس اهم حاجه بالله عليكم، بالله عليكم يعني شاهدوا اول فيديو، اول اعلان حتى من الفيديوهات واللايف عشان تعلي معايا القناه. الله يرضى عليكم ويرضيكم ويوسع رزقكم ويكرمكم بالخير كله يا رب. وتزوروا الحبيب النبي الغالي. بصوا يا حبايب قلبي، القلقاس اهوت قشرته معاكم بكل حذافيره. بس اهم حاجه، اصل احنا ايه عندنا تخاريف كده، نقول قلقاسه انتايه وقلقاسه ذكر، هما بيقولوا كده. فاحنا بقى ايه، بجيب القلقاسيه اللي هي لها يعني كده مبززه سامحوني في اللفظ، هي كده احنا بنقول كده معرفش. هنا بقطعها دلوقتي خرط كده، وبعدين اقطعها صوابع زي ما انتم شايفين، واقطع المكعبات اللي تريحك، عايزاها كبيره عايزاها صغيره براحتك خالص. طبعا يا ولاد انا لو هخزنه ما بغسلوش، انا دلوقتي هغسله قدامكم. بصين مربعات صغيره جميله. انا لو هخزنه ما بغسلوش، بجيب اللي هي حته كبيره نظيفه كده زي كيس مخده نظيف، ما بستعملوش الا الحاجات دي، واقوم مسحاه جامد جامد، واقوم معبياه في اكياس، ده لو هخزنه. لكن انا هعمله دلوقتي قدامكم، فهغلي له ميه بقى واغسله غسله، امرشه بالعربي اسمها امرشه. يلا حبايب قلب، الله يرضى عليكم ويرضيكم يا رب. احلى والاسمع عم مسلم. هنا بقى السلق واتغسل واتصفى، هحطه، مش هحط سمنه، مش هحط اي حاجه، هخليه لما يصفى ميته. عارفه لو حطيت سمنه دلوقتي تقولي فيها ايه يا ام مسلم؟ الميه اللي هي بتاعت الخضره مع ده مع ده، والميه اللي بتنزلها الخضره هتختلط بالسمنه وهتقعد يجي ساعه على النار. بصوا اهو ده السلق والقلقاس اهو مخزنه، وحتى السلق مخزناه الكيسه للطبخه. بس انا قلت بناء عن طلبكم، عشان طبعا اللي طلبوا مني القلقاس يشوفوه ده غاليين على قلبي قوي. هنا الشوربه غليت، هحط فيها واحده ماجي، طبعا هي متحيقه الشوربه متملحه وكل حاجه. طبعا القلقاس هحط عليه ميه مغليه واعصر الليمونه، وطبعا مش هستكفى بكده، هغسله غسله حلوه بعد الميه ما تبرد فيه، هقوم غسلاه تحت الحنفيه واصفيه، عشان فيه ماده لزجه كده لو فضلت فيه بتخلي الشوربه تقيله تقيله كده ولها طعم غريب. بصوا هنا حبايب قلبي، حطيت معلقه سمنه كبيره اهوت. طبعا السلق خلاص يعني شرب ميته، وحط شويه زيت. عارفه شويه الزيت دول في السلق بيخلوه جميل تحفه، ويخليه دسم كده مع القلقاس جميل جدا بصراحه. ويا سلام لو عندك حته ليا يا قلب اختك بقى، ما احنا هنضربها في الخلاط عادي، حته ليا حته دهنه تبقى جميله. هنا زي ما انتم شايفين اهو، فضيته كده وبغسله في مصفى، اصفيه واغسله غسله جميله، واحطه كده طبق تحتيه لحد ما يتصفى. طبعا انا مش هعمل القلقاس ده كله، ليه بقى يا اولاد؟ عشان ابو اسلام بيشرب ميته، بياكل حاجات بسيطه بس كده من الحب، فمش عايزه اعمله. بناكله يوم واحد، مش يعني ما بناكلوش ايه يومين ورا بعض ولا ثلاثه. فطبعا عشان ما يقعدش هعمل حبه صغيرين زي ما انتم شايفين كده بس. هي طقت فطارنا لان احنا ما بناكلش تاني منه بالليل. وواري بالغطا، اهم حاجه تواري بالغطا عشان ما يفرش ويبهدل لك الدنيا. اي شوربه اي خضار واري بالغطا ووطي. هنا افضل اقلب في السلق زي ما انتم شايفين، ايدك عليه على طول، ما تخلوش يلزق منك في الطاسه. صليتوا بينا على الحبيب المصطفى.
يلا يا حبايب قلبي، اللي وصل لحد هنا بقى وما عملش اشتراك انا زعل منكم جدا جدا، هزعل وجد ناس يزعلوا. اللي بيحب ام اسلام واللي بيحب ربنا اكتر من اي حد، اجبروا خاطري وراضيني بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك الجميل منكم. بص حبايب قلبي، هعمل طبق سلطه جنبها. هنا ما شاء الله، خساره فيا خساره ليا، الخيره ب20 والفلفل ب20 والطماطم ب16 والليمون ب40. هرجع اعيده، ده انا هتجنن. المهم بقطع الخيار الاول، بعدين اقطع الفلفل واقطع الخضره، اخر حاجه بقطعها القوطه عشان ما تسردش مني ميه. وبصلايه حلوه زيكم كده، وقرن فلفل. طبعا انت ممكن استغناء عن البصل وممكن استغناء عن الفلفل براحتك، وفي ناس بتعملها بتوم، براحتكم خالص على حسب ما بتحبوا. حطيت كده شويه كمون وشويه ملح، وطبعا ايه حبه خل، وعصرت ليمونه، وهقلبها بقى زي ما انتم شايفين كده. وسيبها ده قبل المغرب بقى. انا اليوم النهارده عاملاه معاكم، حتى التمرين هعمله، حتى العرقسوس، يعني يوم كامل من ايام رمضان يعتبر، روتيني كامل من يوم رمضان. بس رب اهم حاجه يعجبكم، وروتين خفيف وما شاء الله، والدنيا عندي بصوا متروقه. والمواعين اللي بتطلع بغسلها اول باول، ما بركنش مواعين. اكتر حاجه تجننيني المطبخ لما يتملي مواعين. بص هنا خلاص دبل. حطيت ايه زي ما انتم شايفين، نص معلقه توم كده، وافضل احور. مش هحط كزبره برده دلوقتي، شويه كده زي ما انتم شايفين، يا دوبك الف التوم. بصوا بقت عامله ازاي يا ولاد، ما شاء الله، مخرفشه كده وليها صوت، ومتحمره جامد، تديكي اللون الغامق في القلقاس اهو. طبعا تعملي فيها ايه يا مسلم؟ في ناس بيعملوها في الهون. يعني ايه في الهون؟ بيطحنوها، ده العرقسوس يا ولاد اللي انا بليته. فطبعا في ناس بتطحنها وكده. لا انا بضربها في الخلاط، عشان ابو اسلام ما بيحبش يشوف ايه هو اللون بس، عشان ده بيبقى ليه تفل والكلام ده كله، فاحنا ما بنحبوش. يلا يا ولاد صلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربنا يكبر خاطركم ويرضيكم زي ما بترضوني بوجودكم معايا. هنا هنزل كده، وطبعا هحط نص كوبايه ميه في قلب الطاسه او في المج، واقوم حطاها واطحنه طحنه جميله كده. يبقى احنا خلصنا، عملنا القلقاس. وانا عملت صينيه الفراخ، بس عملتها بقى بدري قبل ما افتح الفيديو. عملتها تحفه بصراحه، وعملت على قدنا. طبعا انا ايه، احنا 3، انا وجوزي وابني، ما ينفعش اعمل فرخه كامله، هركنها. هربص الطحن بقى زي الفل ازاي. هنا هعمل برضو هنا شويه رز ابيض سريع. الرز الابيض ده سريع جدا. انا غسله حلوه، وهنزل بالميه المغليه وشويه ملح. السمنه يا مسلم، لا مش هحط السمنه دلوقتي، لان انا بحب اقدح السمنه على طريقه حماتي ورشها. الفراخ اهيت يا دوبك ادخلها الشوايه. صليتوا على الحبيب المصطفى يا ولاد. وطبعا هنا الفراخ عاملاها بطاطس وطماطم وفلفل، والتتبيله اللي قلبك يحبها. هنا هحط السلق، وطبعا لازم امص الشفشه، ما ينفعش ان انا اسيبه كده. طبعا هوطي عليه يغلي غلوتين بس، مش هيغلى اكتر من كده. تعالى ايه نعمل التمرين دي. اللهم صل على النبي، اجواء رمضان جميله قوي يا ولاد. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، حاجه كده زي العسل. حطيت ميه ساقعه كده، وحبه سكر وتمر هندي. التمر الهندي ده بجيبه ايه من عند العطار جاهز. انا بعمله في البيت، لما بعمله بحط سكر، وبحط اسانس تمر هندي، وبحط لون تمر هندي ماشي كده، وبقلبهم وبركنهم. القمع ده يا ولاد فاكرينه زمان؟ اللي استعمل القمع ده يكتب لي في التعليقات. بس ده نضيف، ده بقى عاملاه بس للعصاير عشان ما تدلدش وتغرق لي الدنيا. صليتوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. دي برضو هنعمل العرقسوس دي شاشه نظيفه، يعني حته كده شايلاها للعرقسوس بس. هنا بعمل ايه يا ولاد؟ اما بتيجي تبسيه مثلا، بتبسيه ازاي؟ ببسه بميه سخنه، احط العرقسوس واحط شعره كربوناته وبميه مغليه واقلبه واسيبه مغليه. ليه؟ بيخليه يخرط لونه بيبقى زي العسل، واسيبه من اول اليوم. طبعا انا في رمضان بعمل كل 10 ايام العرقسوس. ازاي؟ بخمره في صينيه. طبعا خشوا اقول لكم حاجه، خشوا على فيديو العرقسوس بتاع العيد بتاع رمضان في القناه هنا، هتشوفوني بيعملوا ازاي. بعمله واعبيه في اكياس على قد المره، واصحى الصبح يا دوبك اخرم الكيس بالدبوس واحطه في شفشق الميه. اجي ساعه الفطار اطلع الكيس بس، ولا صفي ولا اعمل اي حاجه. فاهميني طبعا؟ اقسم بالله بيبقى حاجات بنسهلها على نفسنا، لان رمضان يا ولاد مش للاكل والشرب بس، للعباده. ان احنا المفروض نشكر ربنا، نقعد نشكر ربنا مش اكتر. هنا بصوا حبايب قلبي اهو، العرقسوس بالرغوه بتاعته الجميله والتمر الهندي. طبعا انا ما بعملش في شفاش، بعمل في ازايز. بصوا حاجه كده زي السكر. حتى ما برميش طفل العرقسوس ليه يا ام اسلام؟ مش بعمل بيه مره تاني، لا، بعينه للكتاكيت او للفراخ. بلفه برده وشيشه، وما شاء الله ياكلوه. هنا ما شاء الله معلقتين سمنه حلوين كده،
قدحتهم وحطيتهم، بيخلي لك ريحه الرز دي في حته تانية. عسل عسل. تسلم تسلم ريحه الاكل عندك يا ام اسلام. بشكر نفسي انا يا اولاد، بدعي لنفسي. هنا الرز الابيض. طبعا ابو اسلام ما بيحبش ابو شعريه نهائي، ما بعملش ابو شعريه لما بيكون ولادي عندي، غير كده بعمل ابيض. علم احفادي كمان ياكلوا الرز الابيض. يعني لو عملت له رز ابيض على قد وعملت لنا احنا بشعريه، احفادي يقولوا لا احنا عايزين ناكل ابو شعريه. الابيض ولا مع جده. بصوا هنا القلقاس، بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. وبقى زبده 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 زبده. هنا الفراخ طلعت مش شوايه زي ما انتم شايفين، والبطاطس اهيت، ورقبه الفرخه معايا كمان، انا اللي بقى كيفه مصمصه. يلا تعالى نغرف الاكل. المغرب خلاص فاضل فيه 7 دقايق وابو اسلام هيولع فيا. انتوا عرفتوه دلوقتي وفهمتوه. ابو اسلام بالظبط يعني لازم قبل المغرب ب5 دقايق اكون قاعده انتباه على الطبليه. هنا احنا اكلنا على الصينيه عشان احنا بس انا وابني وجوزي، لكن لما بيكون بقى احفادي وبناتي هنا بحط الطبليه بقى العائليه. ربنا يملى بيكم بالخير يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. فارس اللي بتناول مني الاكل. هنا بصوا بقى الرز، وما شاء الله اللهم بارك الفراخ، وحبه القلقاس بقى، وقطعت ليمون. ابو اسلام بيموت فيه بليمون، انا ما بحبش الليمون اصلا، انا بجيب الليمون عشان خاطر ابو اسلام. بصوا يا ولاد، بصوا يا ولاد القلقاس، الليمونه بتاع ابو اسلام اديته الفارس يطلعه لابوه. انا عايزه اصور، عمال اقول له سيبنا اصور سيبنا اصور. مستعجلين، احنا بنخاف من قلبان ابو اسلام صراحه. اما بيقلب يا لهوي. شفتوا زعبيب امشير اهو يا ولاد. صلوا على الحبيب المصطفى بقى وقولوا رايكم في اكلنا. السلطه ودي البطاطس بتاعت الفراخ والرز الابيض العسل والعرقسوس والتمرين دي. وريتكم يوم كامل من اجواء رمضان. اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.